انا المعده، وجاي اقول لكم على حاجات بتعملوها غلط وقت الفطار بتتعبني وبتعملكم حموضه وحرقان وتنفخ بطنكم وتخليكم مش قادرين تتحركوا. اكتر حاجه بتتعبني هي الميه الساقعه. ليه اول ما الاذان ياذن تغرقوني ميه متلجه؟ يا عالم حرام، ده بيخليني انكمش من الخضه وبيوقف الهضم ويسبب حموضه. اشرب مية فترة بكمية بسيطة أو افطر على تمر ولبن عشان أهدى وافوق وابتدي أشوف شغلي صح. دي أساسيات صغيرة بس هتفرق معاك. بلاش تجروا على المحمر والمشمر وتجرحوا زوركم بالدهون والزيوت، ده هيهيج حمض المعده ويخليك هبطان مش قادر تتحرك، ويكبس على نفسك يدوخك. والاخ اللي هناك ده بيهجم على العصاير ولا اكنه كان تايه في صحراء. العصاير دي هترفع السكر بتاعك بسرعه وتنزله مره واحده وتخليك شبه الفرخه الدايخه. والناس اللي اول ما تشوف السفره تهجم عليها وتفضل تعبي فيا اي حاجه ايدها تطولها ولا اكنها اخر اكله ليهم، هيجوا اخر رمضان كرشهم مترين قدام وهنذبحكم على العيد الكبير. عاوزكم تهتموا بصحتكم وكفايه اهمال. رمضان لراحه الجسم والروح، مش مسابقه لمين اكتر واحد هيتخن السنه دي. حافظ على جسمك يحافظ عليك.